أهلا بكم أعزائي متابعي المشاهدين. عاجل أبروشية باجيو بإيطاليا تصدر تحذيرا عاجلا بعد سلسلة سرقات أواني العبادة. أصدرت أبروشية باجيو بميلانو إيطاليا تحذيرا أمنيا عاجلا بعد وقوع عدة سرقات استهدفت الأواني والمستلزمات المقدسة في عدد من رعايا الأبروشية خلال يناير وفبراير 2026، وشملت المسروقات كؤوس القربان والمبخرة وقوارب البخور وحوامل الشموع وأدوات خدام المذبح وكأس الرسامة. وتضمنت الرعاية المتأثرة تحويل القديس بولس توبا الحبل بلا دنس سابلان سيدة فاطمة تودنغ ودون بوسكو. تعزيز الأمن ضرورة ملحة. وحثت الأبروشية جميع كهنة الرعاية وموظفيها على تشديد بروتوكولات الأمن وتأمين الأواني المقدسة عند عدم استخدامها. ودعت السلطات الكنسية كل من يلاحظ عرض هذه الأواني للبيع عبر قنوات غير رسمية إلى الإبلاغ فورا إلى مكتب المعلومات في القرية والرعاية المعنية. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.